برشلونة وريو فيليكانو لقاء في الجولة 24 من الدوري الإسباني. بتيجي أهمية هذا اللقاء لفريق برشلونة كونه إذا فاز على فريق ريو فيليكانو بيستعيد الصدارة بفرق الأهداف وفرق المواجهات على ريال مدريد. في ناس بيطالبوا هانز فليك أو مشجعين بيطالبوا هانز فليك إنه بدنا الفوز بدون أداء. لا سيدي، أنا كمشجع برشلوني بدي أداء جميل وبدي نتيجة واستعادة الصدارة إن شاء الله اليوم. احنا شجعنا برشلونة لأنه فريق بقدم كرة قدم جميلة وأسلوب جميل بتميزه عن باقي فرق العالم. احنا شجعنا برشلونة مش عشان الألقاب ولا النتائج، شجعنا عشان جمالية الأسلوب اللي بتتبعه برشلونة في أسلوب لعبه. وكذلك احنا نتمنى انه برشلونة يحرز هذا الموسم ألقاب كثيرة. آه، احنا لو هاي مباراة في نهائي دوري ابطال او نهائي اي كأس بنطالب انه ماشي فوز بدون اداء، ولكن لسه الدوري طويل. حتى لو تصدر برشلونة لسه في جولات قادمة، يعني تقريبا في غير الجولة هاي لبرشلونة في كمان 14 مباراة. جميع اللاعبين متاحين في برشلونة حاليا، باستثناء الاصابات الطويلة، والموجودين حاليا او برشلونة بمن حضر يستطيع الفوز ويستطيع انه يسترد الصدارة وتقديم مباراة جميلة. طبعا على اللاعبين عدم الاستعجال والتأني، ولكن لا يجب يكون في سرعة في الأداء عشان تخترق دفاعات ريو فاليكانو. لامين يامال لاعب ممتاز، لكن شفنا في المباراة الماضية مع إشبيلية كان في عنده شوية استعجال، بده يسجل أهداف. نحن بنحكي لامين يامال إنه الأهداف قادمة إن شاء الله، لا تستعجل، بدنا أهم شيء نستعيد الصدارة اليوم. رافينيا لاعب جميل بلا تعليق عليه. بيدري هو العمود الفقري لفريق برشلونة، وبقية اللاعبين مهمين في منظومة فريق برشلونة. فريق ريو فاليكانو فريق قوي لا يستهان فيه، وعنده لاعبين مميزين، خاصة في اللاعب الفارو غارسيا، هذا لاعب جدا سريع وخطير. لكن إن شاء الله اليوم برشلونة بيتبع الأسلوب السريع في نقل الكرة وإحراز الأهداف، وإن شاء الله أنه كل اللاعبين بيكونوا في يومهم نسترد الصدارة إن شاء الله. أنا توقعاتي لهذه المباراة إن شاء الله انه راح تكون ممتعه جدا لكل المتابعين. التشكيل المتوقع لفريق برشلونه: تشيزني في حراسه المرمى، في الدفاع كوندي، كوبارسي، بالدي ومارتينيز. في خط الوسط ديونج، بيدري وجافي. في خط الهجوم لامين يامال، ليفاندوفسكي ورافينيا. اما التشكيل المتوقع لفريق ريو اللي كانوا هي: في حراسه المرمى بنتالا، في الدفاع راتيو، ليجيوني وعبد المؤمن وشافاريا. في خط الوسط سيس، بلازون، دياز والفارو غارسيا. وفي خط الهجوم او المهاجم الوحيد اللي عندهم راح يكون هو راندي نتيكا. وتوقعاتي لهذه المباراة: فوز برشلونة على فريق ريو فاليكانو 4-0.